السلام عليكم، معكم ايمان. شكون عزيز عليه لي كريب؟ واش بان لكم نصايبوا عجينه وحده ديال لي كريب ونخرجوا منها سكري وصالي؟ هادو لي كريب سكري وصالي اولا مالحين وحلوين وبالفرomاج كيري. دونك غادي نبداو على بركه الله بالمقادير. وبالنسبه للمقادير ديال السكري هما عندي هنايا الفرomاج من طبيعه الحال كيري، غادي نحتاجو تقريبا واحد 7 ديال القطع. دونك غادي نستعملوا القطع المربعه ديال كيري. عندي هنايا شويه ديال السكر فاني اولا سكر فانيليا، وعندي هنايا شويه ديال مشماش مجفف اللي قطعناه قطع صغيره من طبيعه الحال، شويه ديال العسل هكا باش تعطينا شويه ديال الحلاوه. وغادي ندوزو دابا المقادير ديال الكريب ديالنا اللي غادي يكون صالي. دونك غادي نحتاجو لا دام فومي اللي قطعتها هكا قطع صغيره، شويه ديال البصله تقريبا واحد 2 بصلات، الملحه والبزار، وغادي نديرو هنايا بذور ديال الخشخاش وشويه ديال القزبر معدنوس باش كنكهو لي كريب ديالنا. ومن طبيعه الحال غادي نديرو في لافارس غادي تكون فيها حتى هي الفرomاج كيري المربعات، وفيها 250 غرام ديال الدقيق. كلشي غادي نكتب لكم لتحت. عندي هنايا 3 ديال البيضات، 50 غرام ديال الزبده، و 600 غرام ديال الحليب ديالنا بارد. دونك على بركه الله غادي نبداو في العجينه ديال لي كريب. دونك غنديروا 3 ديال البيضات وغادي نطربوهم مزيان، وغادي نزيد لهم الزبده. دونك انا غنطرب معكم كلشي، ما غاديش نديرو فيهم الملحه حيت لاباغاي ديال اولا العجينه ديال لي كريب غادي نقسموها على جوج. دونك النص غادي نكهوه بالملحه والمسائل الاخرى اللي قلت لكم، والنص غادي نكهوه بالسكر ديال الفاني. دونك من بعد ما خلطنا داك البيض والزبده ديالنا مزيان، غادي نبداو نزيدو الدقيق ديالنا بشويه بشويه وحنا كنخلطو. دونك زيدوه على دفعات. دونك هنايا كنزيدو الدقيق بشويه، وملي كنزيدو الدقيق كنبقاو نزيدو عاوتاني هكا شويه ديال الحليب. دونك الا بغيتو ديروا هاد الطريقه ديروها، ما بغيتوش فممكن انكم ديروها في الخلاط الكهربائي ديالكم عادي. دونك انا كتعجبني هاد الطريقه لي مانيوال. دونك هنايا من بعد ما زدنا الدفعه ديالنا ديال الدقيق كامله، كنزيدو هكا الباقي ديالنا ديال الحليب اولا داكشي اللي بقى لنا من الحليب. كيف ما قلت لكم كنديروهم بالتناوب، شويه ديال الدقيق شويه ديال الحليب حتى كنكملوا الكميه ديالنا كامله. ودابا غنزيد الحليب ديالي كله، خلطوا كلشي مزيان. دونك من بعد ما قادينا العجينه ديال لي كريب ديالنا فقسمتها جوج ديال لي بول. حاولت انني نكون يعني النص هنايا والنص هنايا. دونك بالنسبه للقسم الاول فغادي نزيدوا ليه هكا شويه ديال الملحه، شويه ديال البافو اولا بذور الخشخاش، وشويه ديال القزبر ومعدنوس اللي مقطعين، وغادي نحركوا كلشي مع بعضياته مزيان. بالنسبه القسم ديالنا الثاني فغادي نزيدوا ليه السكر فاني، غادي نحركوه مزيان وغادي نخليوهم 10 دقائق حتى كيرتاحوا وندوزو نطيبوهم. دونك دابا غادي نبداو بلا فارس ديالنا باش هكا كنخليوها كتبرد شويه. خديت هنا مقله درت فيها شويه ديال الزويته بلديه، وغادي نزيدوا ليها البصله ديالنا مشلضه. دونك البصيله ديالنا مشلضه اولا جوج بصيلات. غنديروا شويه ديال الملحه باش هكا دغيا كطيب لينا البصله. دونك هنا من بعد ما شحرنا البصله ديالنا وهبطات غادي نزيدوا ليها الشاركوتري اولا اللحم المدخن اللي قطعناه هكا طريفات. غادي نزيدوا هنا شويه ديال البزار، يعني ما تقويوش الشوابل. والمكون السحري اللي غيعطيه واحد التعليكه يا سلام هما القطع المربعه من الفرomاج كيري. دونك غنزيدوا القطع ديالنا المربعه من الفرomاج كيري ونخليوهم حتى يطيبوا ويذوبوا. دونك دابا غادي ندوزو نطيبوا لي كريب ديالنا. دونك غادي ناخذ واحد المقله اللي ما كتلصقش وغادي نديروا فيها العجينه ديال لي كريب ديالنا، وانتم كتشوفوا على حسب السمك ديالها، بغيتوها رقيقه بغيتوها غليظه كديروا اللي بغيتو. دونك من بعد ما سالينا الكميه ديالنا ديال لي كريب سالي غندوزو دابا نطيبوا لي كريب سكري. دونك من بعد ما قادينا لافارس ديالنا المالحه غادي ندوزو نقادو لافارس الحلوه واللي ساهله بزاف مي كتجي لذيذه بزاف. دونك غادي ناخذ هنايا تقريبا واحد 8 ديال القطع ديال الكيري، تقدروا تزيدوا تقدروا تنقصوا ما كاينش المشكل، وغادي نمعسوهم هكا بالفرشيطه. دونك هكا راه دغيا كيتمعس، ها نتوما شفتوا تيعطي فيها واحد المذاق صراحه غزال غزال غزال. اون بليس راه كريمي يعني يا سلام. باش نبقاو في الكوتي سكري دونك غنزيدوا ليها تقريبا واحد 2 معالق ديال العسل، يكون هكا عسل من نوعيه جيده. وغادي نزيدوا لها شويه ديال المشماش اللي قطعناه تقريبا واحد 3 المشماشات. كتواتى بزاف مع الجبن، ممكن انكم ديروا لي فروي سيك سينو كديروا اللي عندكم ما كاينش المشكل.
دونك غادي ندوزو للمرحله الاخيره اللي غادي نقادو فيها هكا لي كريب اولا غادي نعمروهم. بغيتكم بعدا تشوفوا ليا اللوين اللي خرج في هاد لي كريب هادو سالي غزال صراحه، غزال غزال غزال. سينو المذاق ديالهم راه رائع. دونك غادي ندوزو نبداو نقادو الصالي ونقادو. هنا خدينا واحد الكريبه اولا واحد الكريب اللي شديناه وقلبناه على الوجه ديالو، يعني الوجه عطيناه لتحت، وغادي ناخذوا لا فارس ديالنا اللي صايبناها اللي غادي نديروها هكا في الوسط. نحاولوا اننا نقادوها هكا شويه بشكل مربع بحيث اننا نديروهم بحال بسيطلات مربعين. دونك غادي ندوز اولا مسيمنه سمحوا لي، غندوز ندير لهم هكا وهكا، وغادي ندوز نقادهم بهذا الشكل هذا ونسدهم هكا، ونحاولوا اننا نقادوا لهم الجنيبات ديالهم وندوزو نبريسيوهم بطبيعه الحال. وبالنسبه لي كريب سكري فشديناهم بحال الاولين، نقلبوهم على وجههم وغادي نديرو هكا شويه ديال لا فارس ديال الفرomage حيت اننا نديرو منهم هكا دي سيغار اللي يكونوا هكا تقريبا شكل واحد. دونك كنحاولوا اننا نديرو منهم هكا دي سيغار. هانتوما راه ما غاديش ياخذ لكم بزاف ديال الوقت، وهذا الجنيب هذا كنحطوه دائما. دونك بالنسبه لي بلا ديالنا فراهم وجدوا. بالنسبه للكريب سالي فراه شديناه طويناه كيف ما وريتكم ودرناه في البريسا اولا في البانينوز حتى تحمر هكا شويه وزوقناه هكا. وبالنسبه لي كريب سكري فباقي لي نزيد لهم غير لا توش فينال، هي نزيد لهم هكا واحد الخويط ديال العسل. جربوها كيجي غزال بزاف هكا، كيشرب صراحه هاد العسيله هادي. ونزيدوا ليه هكا شويه ديال اللوز كونكاسي اولا اللوز ايفيلي اللي بغيتو. انا غندير هنايا شويه ديال اللوز ايفيلي تيعطيه واحد المنظر زوين بزاف. كنتمنى يكونوا الوصفات ديال هذا النهار عجبوكم، وما تنساوش تشاركوا معايا الوصفات على الانستغرام ديالي ايمان ادينار. شكرا بزاف بزاف على المتابعه، ونشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله مع وصفه جديده من الفرomage كيري.